عين جائزة لمن يقتلني، يعني بالإرهاب يعني بالغدر، عين جائزة لمن يقتلني ب10,000 دينار. فقام رجل ومعاوية أراد أن يعطيه ولكنه امتنع للخوف، فزاد معاوية على الجائزة بعد 10، قال من قتل عليا في الكوفة غدرا 20,000 دينار. قام رجل ثاني ولكنه ندم، قال 30,000 دينار، كان تعبان عليه الفلوس ومحصلة من مال التجارة وهالشكل، من بساتين ومن تعبه وعرق جبينه كان معاوية الله يحفظه. فقال 30,000 دينار. قمت أنت، الإمام ده يقول لهذا الشامي، قال له قمت أنت وجئت للكوفة لقتلي، صحيح أم لا؟ شو يقول؟ قال نعم يا أمير المؤمنين صحيح، ولكني يا أمير المؤمنين ندمان من عملي، نادم من عملي سيدي، لي زوجة ولي أطفال. عجيب عجيب، أنت المجرم يوم الذي تيجي تسوي الجريمة ما تفكر هذاك الإنسان عنده زوجة وأطفال، لما يصير دورك لي زوجة لي أطفال ارحموني. الإمام عليه السلام قال له عفوت عنك، تعال الآن شوفوا في نظام الدنيا رجل إرهابي جاي لغدر ولقتل بالإرهاب، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام أولا عفى عنه، المهم هذا، ثم التفت إلى قنبر غلامه قال له يا قنبر أعطه الزاد والراحلة. تدرون شنو معناه؟ يعني أعطيه فلوس حتى بمقدار الذي يوصل نفسه إلى بلده، هذا زاد، وأعطه الراحلة يعني أعطيه بعير يركب يروح، وأوصله إلى مأمنه. أخاف واحد يأذي بالطريق يقولون هذا جاي لقتل علي بن أبي طالب، لأن بعد ما سوى الجريمة عفى عنه أمير المؤمنين.